نعم، هذا هو اسم الفتاة. بالأكل تشعر فجأة بشيء غريب يحدث في جسدها، تبدأ بالاختناق وتقع على الأرض. وهنا تلوم فيليا نفسها بشدة لأنها ترجح أن الحساء كانت مهما، فتقسم أنها حين ترى كيرتو مجددا ستقضي عليه دون تردد، ثم تترك ليزا مسرعة لتجلب ترياقا بأقصى سرعة ممكنة. لكنها تفاجأ حين تعود فتجد أن ليزا قد وقفت وكأن شيئا لم يحدث. وهنا يا صديقي تكمن الصدمة. حين تكشف ليزا عن جسدها نرى أن اللعنة قد اختفت تماما، مما يجعل أوفيليا في ذهول وحيرة، إذ من المستحيل أن يستطيع أحد إزالة تلك اللعنة بهذه السهولة، فقد بقيت في جسدها زمنا طويلا جدا وليس أي أحد قادر على إزالتها. ثم ينتقل المشهد إلى الشخص الذي ألقى اللعنة، فنراه يعتذر أمام رجل آخر قائلا إنه لن يتخيل يوما أن اللعنة التي ألقاها على هذه الفتاة قد تكسر. فيرد عليه الآخر: لا داعي لهذا الكلام الآن، لقد قررت أن أتبع أسلوبا جديدا، وفي جميع الأحوال يجب أن تموت ليزا في أسرع وقت ممكن. وفي نهاية اليوم ننتقل إلى متجر ميمكو، ونرى أن فيليا قد وصلت إليهم، مما يفاجئ الجميع لأنها جاءت بنفسها إلى مكان كهذا. وهناك نعرف أن أوفيليا تنوي الحديث في موضوع مهم، وتقول إن شيرتو شخص موثوق به ويمكنها الحديث أمامه دون قلق. وهنا تبدأ الفتاة التي بجانبها بكشف هويتها، وما إن يرونها حتى يركع الاثنان أمامها في احترام. ونتبين أن ليزا لم تكن سوى الأميرة الثالثة للمملكة. الدهشة تعلو وجوههم، إذ كانوا يظنون أن الأميرة ليزا مريضة جدا، وكان من المفترض أنها طريحة الفراش، لكن من الواضح أنها بصحة ممتازة. تبدأ فيليا بشرح ما جرى وتخبرهم أن ليزا لم تكن مريضة كما قيل، بل كانت تحت تأثير لعنة شديدة القوة. على الأغلب كانت محاولة للتخلص منها عمدا. ونعرف كذلك أن ليزا هي الابنة الوحيدة المتبقية للعائلة الملكية، فإخوتها الذين ولدوا قبلها قد ماتوا جميعا في ظروف غامضة. اتضح أن هناك من يسعى لتحطيم العائلة الملكية بأي ثمن، وتشرح لهم أن كل ما يحدث الآن بدأ بعد انتهاء الحرب بين المملكة ومدن الشمال. وهنا تأكدت أن من ألقى هذه اللعنة يسعى لإشعال الصراع مجددا. نرى ميمكو تقترب من ليزا وتطمئن عليها، فقد كانت صديقتها منذ الطفولة، وتسألها بقلق: هل كانت اللعنة عليك فعلا بهذه القوة؟ لا أصدق أنك استطعت كسرها. فتجيبها ليزا بأن هناك شخصا معينا ساعدها على ذلك، واسمه كيرتو. بمجرد ما يسمع الاثنان اسم كيرتو ترتسم ملامح الدهشة على وجهيهما. ثم وبينما يجلسون سويا تقول ميمكو: انتظري لحظة، دعيني أفهم. كيرتو عندما جاء إليك صنع لك حساء وشربته وفكت عنك اللعنة، صحيح؟ فتجيبها ليزا: تماما. فتتمتم ميمكو في نفسها بدهشة: يا للعجب، تركتك لساعات قليلة، ما الذي فعلته تحديدا؟ تقول لهم ليزا: أظن أن الشخص الذي ألقى هذه اللعنة لابد أن يكون على صلة بأحد الأشخاص أو يتعامل مع اللعنات بنفسه، بل أعتقد أن له علاقة مباشرة بالقصر الملكي. وبناء على كل ذلك تقترح ليزا أن هناك 3 أشخاص ينبغي الشك فيهم. أولهم سانفو، الجنرال الأول لقوات الاستطلاع، الثاني أني مول الملكية، الثاني مونولف المسؤول عن الكنيسة، أما الثالث فهي أسدرا الزوجة الثالثة لجلالة الملك. وتضيف ليزا: أعتقد أن تيرسن لديه القدرة على استخدام أتباعه للتلاعب بهم حتى يتمكن من الوصول إلى غرفة ليزا، كما أن زوجة الملك قادرة على التجول في القصر بحرية، مما يتيح لها فرصة التلاعب بالمكان كما تشاء. لكن سنوفا تقول لها: أنت على حق، فذلك الشخص له صلة قويا بنقابة اللصوص، ولديهم خبرا واسعة في جمع المعلومات، وعلى الأغلب لديهم أشخاص داخل القصر الملكي. تضيف ليزا: من الواضح أن الأمر سيكون معقدا جدا لنحدد من هو الفاعل الحقيقي، ولذلك لا بد من نصب بعض الفخاخ. يبدون متفاجئين ولا يفهمون تماما ما تقصده. فتبدأ بشرح خطتها قائلة: اسمعوا، ليس الآن قد احتفلت بعيد ميلادها ال15 وأصبحت بالغة حسب التقاليد، وطبقا لتلك التقاليد يجب أن تتدرب لمدة عام وتتابع. أول ما يجب علينا فعله هو إنشاء ورشة للفنانين، ولكن هذه الورشة ستكون وهمية وليزا ستتولى الإشراف عليها. في اليوم التالي كانت ليزا قد بدأت تدريباتها داخل المقهى الذي تم اختياره خصيصا ليكون ورشة وهمية تمارس فيها التدريبات بحريا دون أن تثير الشبهات. الخطة كانت واضحة: إذا كان الجاني يتربص بالأميرة ليزا بالفعل، فسيسعى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها. أوفيليا أوضحت للجميع الأمر، فإذا كان هذا الشخص موجودا داخل القصر الملكي سيتمكن من جمع المعلومات بسرعة فائقة.
أما إن لم يكن فسيحتاج إلى وقت طويل ليصل إلى ما يريد. ومن أجل إنجاح هذه الخطة كان لابد من تدريب الشوس تدريبا مكثفا ليتم الاعتراف به كمعلم حرفي رسمي. عندها أخرجت مينكو حجرا سحريا يدعى مافوليا وقدمته لأوفيليا التي أمسكت به بدهشة وبدأت تفحصه بانبهار شديد، ثم تساءلت عن مصدره. أجابتها شوس قائلة: كيرتو هو من صنعه، لتصدم أوفيليا وتغمرها مشاعر الذهول، بينما صديقتها العفوية لم تخف فرحتها العارمة. في اليوم التالي توجه كيرتو إلى الورشة ليجدها مغلقة، وبينما كان واقفا أمامها ظهرت ميشيل وأخبرته أن المعلمة أوفيليا قد خرجت مع ليزا منذ فترة ولم تعد، وأن لا معلومات لديهن عنهما حتى الآن. تفهم كيرتو الموقف واستعد للرحيل، وقد بدت عليه علامات الإحباط، فبدأ يتساءل في نفسه: هل أخطأت في شيء البارحة؟ هل غضبتهم؟ لكنه لم يتلفظ بكلمة واحدة. قرر الذهاب لتناول الإفطار في أحد المطاعم، وهناك لمح مجموعة من المغامرين يتشاجرون بصوت مرتفع. كان واضحا أنهم في ورطة، فحامل الأمتعة الخاص بهم قد أصيب، والطبيب أوصى بأن يرتاح أسبوعا كاملا، ولا يستطيعون تحمل تكاليف إلغاء المهمة، كما لا يملكون الوقت الكافي لإيجاد بديل. استمع كيرتو لما يدور وتقدم إليهم قائلا: إن كنتم تبحثون عن حامل لأمتعتكم فأظن أنني الشخص المناسب. صحيح أنني سيء في القتال، لكنني واثق أنني سأكون مفيدا جدا في حمل الأغراض. نظرت إليه الفتاة بازدراء وقالت: سعلوك مثلك لا يليق به أن يقلل من شأن المغامرين، ثم إنك لن تتحمل متطلبات الحامل، فالغول الواحد الذي نصطاده يزن أكثر من 100 كيلوغرام. وهنا صفعها المحارب الضخم بخفة على رأسها وقال لها: اسكتي، الله يبارك لك. ثم التفت إلى كيرتو معتذرا: لا تأخذ كلامها على محمل الجد، فهي فظا بطبعها، لكن لديها نقطة: نحن بحاجة لمن يقدر على حمل 100 كيلوغرام، فهل تستطيع؟ ابتسم كيرتو بثقة وقال: 200 فقط؟ بسيطة. ثم اقترب من أحدهم وحمله على كتفيه، ثم فعل الأمر ذاته مع الآخر غير عابئ بما يقولونه، وأذهل الجميع بقوته البدنية. تصفيق حار عم المكان وقرروا ضمه إلى الفريق. عرفوه بأنفسهم: المحارب الضخم يدعى كنسل، مختص بالأسلحة الثقيلة. الآخر دينزو، ساموراي وقائد الفريق. أما الفتاة فهي سينا، الحارسة الرسمية. شعر كيرتو بسعادة غامرة، لقد أصبح أخيرا جزءا من فريق، وكان ممتنا لهم رغم أنهم أخبروه بأنه مجرد حامل مؤقت ريثما يعود الأساسي من مرضه. لاحقا انطلق الفريق في رحلتهم متوجهين نحو أحد الكهوف، وبينما كانوا يشقون طريقهم عبر الغابة تعثر كيرتو بسلايم وعلقت قدمه فيه. صاحت سينا: استرجل، اكسر نواته وستتغلب عليه. تشجع كيرتو وأخرج خنجره، لكنه جرح نفسه بالخطأ، فأخذت منه سينا السلاح وأنهت أمر السلايم بضربة واحدة. قالت له مازحة: صحيح أنك ضعيف في القتال، لكن لم أتوقع أنك عاجز أمام السلايم. ضحكوا جميعا، بينما كان كيرتو يشعر بالدهشة. لم يغضبوا منه أو يسخروا كما اعتاد في فريقه السابق، بل طمأنوه وطلبوا منه أن يبقى آمنا ويجمع الأغراض المهمة فقط. هنا أغرقت عينا كيرتو بالدموع وقال: أنا بخير، فقط أنتم طيبون أكثر من اللازم. وهكذا واصلوا طريقهم حتى دخلوا الكهف، وتركوه في الصفوف الخلفية تحسبا لأي خطر. أخرجت سينا مصباحا سحريا ونشرت الضوء ليتمكنوا من الرؤية. أما كيرتو فواصل السير حتى لمح شيئا غريبا. سألته: تعرف ما هذا؟ هذا براز عفاريت. فصدم وسأل: هل يعني ذلك أن الكهف مليء بالعفاريت؟ أجابته: بلى، وهذا أمر ممتاز، لأنهم على ما يبدو ما زالوا. راح المحارب ينظر إلى كيرتو وقد ارتسم القلق على وجهه، فقال له مطمئنا: لا تقلق يا رجل، ما زال بإمكاننا القضاء على كل هذه العفاريت بسهولة. لكن انتبه، إن واجهنا عددا كبيرا منهم، فعلينا الانسحاب فورا. ومع تعمقهم أكثر في الكهف إذا بهم يتفاجؤون بتحول المكان إلى شيء يشبه الأطلال القديمة. وبينما كانوا يتقدمون لمح كيرتو أمرا غريبا على الجدار، غير أن تفكيره قطع بصيحات تلك الفتاة التي كانت تصرخ بأن هناك عفريتا أمامهم، لكنه لم يتمكن من مهاجمتهم، إذ سرعان ما غرست خنجرها في جسده. أما الساموراي فقد اندفع في قتال عنيف، بينما احتشد الفريق حول جثة العفريت، وراحوا يتخوفون من أن يكون قد نادى على رفاقه. ولم تمض لحظات حتى بدأوا يسمعون أصواتا قادمة من الجبال، مما أرعبهم، إذ بدا جليا أن هناك مستعمرة كاملة للعفاريت بالقرب منهم، بل ومن خلفهم أيضا، فأصبحوا محاصرين. قالت الفتاة بصوت مرتجف: نحن لا نملك أي فرصة أمامهم. لكن كيرتو قاطعها قائلا: هناك ممر سري أمامي، دعوني أفتحه. فتح الممر، ورغم ترددهم لم يكن أمامهم خيار سوى الدخول. ما إن دخل كيرتو حتى لحقته سينا، وفجأة أغلقت الباب خلفهم تاركة البقية في الخارج.
صاح المحارب قائلا: لا سبيل للخروج من هنا، مهمتك الآن أن تجد المخرج، أما نحن فسنقاتل ونؤخرهم قدر المستطاع. لكن كيرتو رفض أن يتركهم، فأجابته سينا بنفاذ الصبر: أأنت مجنون؟ أنت لم تستطع هزيمة سلايم، فكيف ستقاتل جوبلين؟ وجودك سيكون عبئا فقط. ففهم كيرتو كلامها، لا سيما حين رأى حرصها على القتال إلى جانب أخيها حتى النهاية. اقترب المحارب من كيرتو وقال له: لا تتشاجر معها، فقط اعتني بها قدر المستطاع. ثم التفت إلى الساموراي وقال له بحزم: أنت نادم؟ فرد الأخير: على العكس، الموت في سبيل حماية الأصدقاء شرف عظيم. تأثر كيرتو كثيرا بكلامهما، إذ أدرك حينها أنهم اعتبروه صديقا بحق، لكن الفتاة الصغيرة طمأنته قائلة: أنا واثقة أن أخي والساموراي سينجون، علينا أن نتحرك الآن. قامت بنشر فطر مضيء حول المكان، وما إن أضاءت الغرفة حتى اتضح أنها غرفة خاصة بتنين حديدي عملاق. نتركهما الآن ونعود إلى المدينة. في المدينة كانت أوشيليا ترافق ليزا إلى منزل كيرتو، وأوصتها قائلة: أهم شيء لا تخبريه أنك أميرة. فردت ليزا: أكيد، أنا أمام كيرتو مجرد فتاة عادية، ومن الآن ناديني ليزا فقط. فقالت أوشيليا: تمام، وأنت ناديني أوشيليا فقط. صعدوا إلى غرفة كيرتو فلم يجدوه، فأخبرتهم فتاة هناك: إذا كنتم تبحثون عن كيرتو فهو في الكهف الشمالي، انضم لمهمة مع حزب ساكور. خرجوا لكنهم لم يجدوا الفتاة التي تحدثت معهم، فقالت أوشيليا لنفسها: كيرتو في الكهف الشمالي؟ قد يكون فخا، لا بد أن نحذره. طلبت من ليزا أن تنتظر، لكن الأخيرة رفضت قائلة: ما ينفعش أسيب اللي بأحرسه في مكان زي ده. فاتفقوا أن تذهب معا على أن تبقى ليزا إلى جوارها. وصلت الكهف فلاحظت الضوء ينبعث من الطحالب، وآثار أقدام كيرتو واضحة. تابعت ليزا الأثر حتى اختفى، فاستخدمت إحدى مهاراتها السحرية لتعزيز حواسها، واقتربت من أحد الجدران قائلة: كيرتو خلف هذا الجدار. أثار هذا استغراب أوشيليا التي ظنت أن بينهما علاقة، لكن ليزا قاطعتها وقالت: هناك قتال قريب، سأذهب. أطلقت ليزا تعويذها لتعزيز قدرات أوشيليا القتالية، ثم انطلقت إلى الداخل لتجد المحارب والساموراي محاصرين بعشرات الجوبلين. انضمت إليهم وبدأت تقاتل. نعود الآن إلى كيرتو والفتاة. كانت محبطة، نادمة على قبول هذه المهمة. قالت له: لو رفضتها ما كان أحد سيموت. لكن كيرتو طمأنها: أنت مكبرة الموضوع، نقدر نهرب بسهولة، ولو خايفت من العفاريت أنا هأتعامل معهم. أخرج خنجره واقترب من أول عفريت، وما إن حاول العفريت مهاجمته بذيله حتى اختفى كيرتو من أمامه وظهر على ظهري وقطع ذيله بضربة واحدة. الفتاة جلست مبهورة، ثم هاجمه عفريت آخر فقفز على رقبته وفصلها بضربة واحدة. واحد تلو الآخر هزم كيرتو التنانين الحديدية العملاقة كما لو كان في لعبة، والفتاة تراقب غير مصدقة. هذا الطفل الذي لم يكن يستطيع هزيمة سلايم هزم التنانين بمفرده. هبط كيرتو على الأرض وقال: أعتقد أننا انتهينا. سألته: ماذا فعلت بالضبط؟ أجابها: قلت لك لا تكبري الأمور، أنا أستطيع التعامل معهم بسهولة. في تلك اللحظة وصلت أوشيليا، حطمت الباب السري ودخلت. ما إن رأتهم حتى اندهشت. الطفل الورع هذا هزم التنين الحديدي وحده، وكلهم سقطوا بضربة واحدة. اقتربت من كيرتو لتطمئن عليه، فقال لها: أنا بخير، لكن الأهم أن تذهبي لمساعدة من ضحوا بأنفسهم لحمايتي أنا وهذه الفتاة. طمأنته أوشيليا قائلة: لا تقلق، هما بخير، أصيبا ببعض الخدوش فقط، ولكنهما بخير. حمد كيرتو الله على سلامتهما. أما أوشيليا فتمتمت مع نفسها: لقد سمعت بأسطورة عن شخص يمتلك رتبة S في جميع المهارات القتالية، وكانت له موهبة نادرة، مهارة الحاصد. كان يستطيع استخدام خنجر برونزي لهزيمة التنانين الحديدية. لكن هل يمكن أن تكون هذه الأسطورة حقيقية؟ هل كان في أميز لتحويل الجزء القزمي وديناميك الأسلوب؟ في لحظة تأمل دار التساؤل في أذهان البعض: هل يمكن لأسطورة التنانين الحديدية أن تكون حقيقية فعلا؟ في هذا الوقت كانت ليزا تقترب من كيرتو، ويبدو أنها معجبة به كثيرا، إذ قالت له بإعجاب: ما فعلته كان عظيما بحق. اجتمع الفريق بأكمله، وبدأت أوشيليا في التحدث مع القائد تسأله: كيف استطعتم الوصول إلى هذا المكان رغم أن عدد العفاريت في المنطقة كبير جدا؟ فأجابها القائد بأسف: للأسف لم تكن لدينا أي معلومة تشير إلى أن بعض العفاريت هربت إلى هنا. بدا عليه الحزن، وكأنه يشعر بالذنب وأنه أصبح عبئا على الآخرين. هنا تدخل ساموراي وتحدث إلى أوشيليا قائلا: نحن ممتنون لك فعلا ومستعدون لفعل أي شيء، لأننا مدينون لك بحياتنا. فأجابته بهدوء: انظروا، هذا ليس مهما بالنسبة لي الآن، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نناقشها قبل عودتنا.
اقتربت من كيرتو وقالت له: اسمع يا معلم، نحن قررنا أن ننشئ ورشة للفنانين قريبا، وسأعمل هناك كمغامرة وشخصية رئيسية، لذلك أريدك أن تنضم إلي وتعمل معي في الورشة. بدأ على كيرتو الاندهاش وقال: مهلا، أنا؟ فردت عليه بابتسامة: نعم طبعا، فقد سمعت أنك قمت بعمل رائع في بيت أوفيليا. فأجابها مترددا: لكنني أعمل حاليا مع فريق سكرو، ماذا أفعل الآن؟ وهنا قاطعه أحد أفراد الفريق قائلا: لا يمكنك تفويت هذا العرض أبدا، دعنا نحن وشأننا، يجب عليك قبول العرض فورا. بدأ الفريق بتشجيع كيرتو لأخذ الخطوة، ثم قالت لهم أوشيليا: بصراحة نحن نواجه نقصا شديدا في الأيدي العاملة، لأن الورشة لا تزال جديدة، لذا سنحتاج إلى توظيف بعض المغامرين. ثم عرضت عليهم الانضمام إلى الورشة، فكان العرض مغريا للغاية وقبلوه جميعا دون تردد. كان كيرتو في قمة السعادة، وقرروا أن يقيموا حفلة كبيرة احتفالا بهذا القرار. وبعدها بدأ كيرتو بجمع أجزاء الوحوش والتنانين التي كان قد هزمها منذ قليل، واقتربت منه أوشيليا مجددا وقالت له: ما رأيك عندما نعود إلى المدينة أن تجري اختبار الموهبة؟ سيكون من الأفضل لك أن تعرف ما الموهبة التي تتميز بها. فأجابها في نفسه: هي محقة، فقد كنت أنوي فعل ذلك عندما يعود الفن المتخصص إلى نقابة المغامرين. وبالفعل قرر أن يوافق. وفي نهاية اليوم وصلوا إلى مقر نقابة المغامرين، وهناك التقوى بفتاة تدعى ميمكو التي رحبت بكيرتو وأخبرته بأنها الساحرة الخاصة بالبلاط الملكي، وقد جاءت خصيصا لتحديد موهبته. اندهش كيرتو عندما علم بذلك، فقالت له: السيدة أوفيليا هي من أوسط بك، فقد كانت منبهرة جدا بالبلورات السحرية التي صنعتها. بدأوا بالاستعداد لإجراء الاختبارات وتركناهم هناك، وفي ختام اليوم أقام الفريق حفلا كبيرا، وكانوا جميعا في قمة السعادة والمرح. وبينما كانوا يحتفلون تبين أنهم قرروا إخفاء الرتبة الحقيقية عن كيرتو، وأخبروه أنه ضمن رتبة التنظيف والطبخ والتعدين فقط. أما باقي الاختبارات فقد كان كيرتو يعلم مسبقا أنه سيكون ضمن هذه الرتبة، لكن في تلك اللحظة اقتربت ميمكو وبدأت حديثا خاصا تطلب فيه أن تخبرها بالرتبة الحقيقية التي ينتمي إليها كيرتو. بقى بتعرفها وإن فعلا النتيجة الحقيقية بتكون ما بين الرتبة G والرتبة S قدرات عندها تانية مش قادرين إن احنا نوصل لقياس معين، وفي الغالب هي تتخطى الرتبة تريبل S بالنسبة للقوة السحرية بتاعتها، لما قصتها لقيت إنها بتكون كبيرة جدا. وغالبا هي كمان في الرتبة تريبل اس هم يقدروا يوصلوا النتيجة كويسة جدا، وفي الغالب هم يقدروا يعينوا بكل أريحية كمعلم حرفيين سري. تعرف أوشيليا إنهم بيكونوا محظوظين جدا لأن الموهبة دي تكون وقعت تحت إيديهم. الأخبار دي لو كانت انتشرت في المدينة ففي الغالب ما كانوش عارفين النتيجة اللي كانت ممكن إنها تحصل، بس لما بيكونوا واقفين بنشوف إن في شخص بيكون وصل لعندهم وبيكون سمع كل كلامهم. أيوة، هي بقى بتكون مديحة. الاثنين دول بيستلموها وبيبدأوا إنهم يحفلوا عليها وبيحذروا إن ما ينفعش أي حد وأي مخلوق يعني الرتبة الحقيقية الخاصة بكيرتو إنها بتكون من تريبل اس. من هنا بقى يا صديقي بنشوف إن كيرتو وبقية الشلة بيكونوا راكبين عربية ومتجهين لمكان معين. كيرتو بقى بيكون منبهر بالعربية لأن دي تقريبا أول مرة يركبها. الشباب بيعرفوا إنهم بيكونوا قدروا يعملوا كل ده بفضل سلطة معلم الحرفيين أميرة ليزا. بتبدأ بقى تتكلم مع كيرتو وبتعرفوا إن المدينة اللي هم بيكونوا رايحين ليها ما فيهاش أحجار التنقل الآني، وعشان كده مش هيقدروا إنهم يوصلوا ليها غير بالعربية. نعم، إنها ممكن تكون بعيدة حبتين، لكن هي كانت في الأصل قاعدة عسكرية على حدود أرض الشياطين. وعلى الرغم من إن الأمير الحالي للإمبراطورية ما بيهتمش بالمدينة دي، ولكن المدينة بتكون صامدة بفضل المساعدات اللي هي بتاخدها من التحالفات اللي بتكون عاملاها. والساموراي ده بيعرفهم كمان إنهم أول ما يوصلوا هناك هيعتبروا أول فريق حرفي متكامل بيكون وصل لهناك، بقى اللي بيخلي فريق المغامرين دول إنهم بيكونوا مدينين، لأن دي حاجة ما كانوش يحلموا إنهم يوصلوا ليها في يوم من الأيام، وإن المفروض يكون معاهم دلوقتي معلم حرفيين. بنشوف إن المحارب ده بيبدأ بقى إنه يسأل أوشيليا عن هوية المعلم ده. طبعا اللي بيخلي أوشيليا إنها بتكون متوترة حبتين، لأنك زي ما أنت عارف يا صديقي إن معلم الحرفيين اللي بيكون معاهم هو بيكون كيرتو ذات نفسه، لدرجة إنها ما بتكونش عارفة ترد عليهم تقول لهم إيه بالظبط. لدرجة إن البنت دي بتبدأ بقى تشك في الموضوع. ظروف تعيينهم بالسرعة دي بتكون مريبة حبتين. بعد شوية وقت بنشوف إنهم بالفعل بيكونوا قدروا يوصلوا للمدينة، ولكن لما كيرتو بيشوف أسوار المدينة بيبدأ بقى إنه يحس بالحزن حبتين.
أميرة ليزا بقى بتستغرب وتبدأ تسأله هو أنت ليه يا ابني حزين مرة واحدة كده؟ بقى بيقول لها مفيش، أصل أنا اشتغلت في أسوار المدينة دي وقعدت أصلح فيها قبل كده، لكن الموضوع ما كملش وتم طردي منها بعد 3 أيام بالظبط. الواضح يعني من ساعة ما سبتهم إنهم ما عملوش حاجة كبيرة من بعدي. مير بقى ليزا بتقول له بقول لك إيه، كبر دماغك، يمكن هم شغالين بطريقة تانية غير الطريقة اللي أنت كنت شغال بيها. بعد شوية وقت يا صديقي بنشوف إنهم بيوصلوا لمكان واسع جدا، وأوشيليا بتبدأ بقى إنها ترحب بيهم، وتعرفوا إن من اللحظة دي هي دي تعتبر ورشتهم الفنية الجديدة. بيكونوا مستغربين جدا وبيقولوا لها أنت متأكدة من اللي أنت بتقولي ده؟ المكان كله فاضي أصلا. فردت فعلا كلامكم صح، إحنا المفروض نعمل إيه دلوقتي؟ قالت لهم يا جدعان انتوا كلامك صحيح، نحن المفروض نعمل إيه دلوقتي؟ قلت لهم يا جدعان انتم مكبرين الموضوع، كل اللي هنعمله دلوقتي اننا هنستني في الفندق لغايه ما الورشه تتبني. كده بقى بتبدا تتكلم مع كيرتو بتساله هل انت عندك القدره يا معلم انك تبني الورشه دي بمفردك ولا ايه الكلام؟ طبعا اول ما بيسمعوا الكلام ده بيكونوا مصدومين ان كيرتو هيعمل ده كله لوحده. بيفهم الرايه وبيبدا يتكلم بيقول امسكي العقل الله يبارك لك، انا ممكن ابني بيت في يوم واحد ولكن مش لدرجه اني ابني ورشه في يوم. تمرين بيقول أيوة هو ده الكلام المظبوط، مستحيل أصلا أي حد يقدر يعمل كده في يوم واحد. بالنسبة لكيرتو بيكذبني، وأتكلم مع أولاشيا بقول لها أنت تديني 3 أيام وأعمل لك كل اللي أنت عاوزاه. قربت منه أولاشيا وقالت له خلاص يا معلم خد الوقت اللي أنت عاوزه، 3 أيام 4 أيام اللي يريحك، ولو المواد اللي بتستعملها دي خلصت ما تترددش ولا لحظة إنك تطلب مواد جديدة. طالما كده قالت له خد الورقة دي، وبيبدأ يكتب لها كل طلباته فيها وبيديها لها وبيقول لها ممتن ليكي جدا لو جبتي كل حاجة أنا كاتبها لك في الورقة دي وتحطي ليها الأولوية القصوى. بالنسبة للحاجات اللي كيرتو كان طالبها، أول حاجة اسمها جامش، وكمان الياقوت الأزرق، وحاجة اسمها ريش الغريفون. قالت له كده على ما أظن أقدر أوفر لك كل حاجة أنت طلبتها في خلال يومين. أما البنت دي فبتكون شكاكة جدا، قالت لهم إيه يا جدعان اللي أنتوا بتقولوه ده؟ عبط؟ وطبعا الشاية كانت ملاحظة كل تعبيراتها، عشان كده بدأت تتكلم مع الكل. يلا كده بينا بربطة المعلم نروح على الفندق ونسيب كيرتو يشتغل لوحده. لكن قبل ما تمشي بدأت تتكلم مع كيرتو بتقول له بص كده ايه الورق، لازم تتأكد انك تاخد قسطا من الراحة وكمان تتغدي وتستعشر. بعد شوية بنشوف انهم سابوا كيرتو وراحوا للفندق، وبعد كده بنشوف انشيا بدأت تجمعهم علشان تعرفهم مين كيرتو بالظبط، وكمان مين البنت الغريبة اللي ظهرت فجأة ولازقة في كيرتو في كل حتة. ليشا هنا بدأت تهديهم وبتقول لهم أول حاجة لازم نبدأ بنفسنا. كده بقى بتطلع القلادة الملكية وبتقول لهم إنها كانت شغالة في يوم من الأيام تحت أمرة العائلة الملكية. أما ليزا اللي كانت قاعدة قدامهم قامت وعرفت عن نفسها وقالت إن اسمها ليزا هورموست. بعد كده طلعت الخنجر بتاعها اللي عليه شعار المملكة واعترفت أخيرا بالحقيقة إنها بتكون الأميرة الثالثة. وطبعا الكل كان في أمة الاندهاش، لأن دي فعلا كانت ردة الفعل الطبيعية لأي شخص. بتكمل كلامها وبتقول لهم إنها اضطرت تخفي هويتها الحقيقية، وبتطلب منهم إنهم يتعاملوا معاها عادي، وبتسألهم يعني كيرتو اللي بره ده يعتبر واحد من العائلة الملكية؟ قالت لها أكيد لا، ولا حتى واحد من النبلاء، إحنا لحد اللحظة دي ما نعرفش هويته الحقيقية. اللي نعرفه عنه إن مهاراته القتالية بتكون من الرتبة جي، وهي أقل رتبة، لكن باقي المهارات غير القتالية كلها بتكون في الرتبة تريبل اس. أول ما بيسمعوا الكلام ده بيكونوا مصدومين، لأن الرتبة دي أصلا أسطورية لدرجة إن الناس كانت بدأت تشك إنها موجودة أصلا، وده بيفسر لهم إزاي كيرتو قدر يهزم فريق التنين الحديدي بكل سهولة. الشاية بتكمل وبتقول إن كيرتو لحد اللحظة دي ما يعرفش باقي الرتب الحقيقية الخاصة بيه، وإنهم قرروا يخفوا عنه الحقيقة، وقالت عرفنا إن رتبته بتكون ما بين رتبة جي أو بي، وبتصارحهم المعلم الحرفي الجديد هو كيرتو بذات نفسه، لكن ده سر بينه ما ينفعش أي حد يعرفه. أنت بقى بتتعصب وبتبدأ تسأل طب ليه خافين الحقيقة عن كيرتو؟ ما أنتم ممكن تروحوا تقولوا له على طول. عرفوها إنهم لو دلوقتي راحوا لكيرتو وقالوا له الحقيقة هو نفسه مش هيصدق، ولو الموضوع انتشر أكيد في ناس هتحاول تقرب من كيرتو علشان تستغل قدراته. لكن البنت دي كانت متعصبة جدا وقالت لهم طب ما انت دلوقتي عمالة تستغليه،
وهنا دانزو أخوها الكبير بدأ يهديها وقال لها أكيد هم ليهم أسبابهم. وبعد كده الأميرة ليزا كملت كلامها وقالت إنها كانت مصابة باللعنة، ولكن كيرتو قدر يكسر اللعنة اللي كانت محطوطة عليها. كده الشاي عرفتهم الحقيقة وقالت إن في حد دلوقتي بيخطط يقتل الأميرة، وعشان كده قرروا يختاروا المدينة دي لأنها بعيدة ويبنوا فيها الورشة علشان يقدروا يكتشفوا هوية العدو. وبتسألهم طب كيرتو يعرف حاجة عن الموضوع ده؟ الأميرة طمنتها وقالت إن كيرتو ما يعرفش أي حاجة ولا حتى يعرف هويتها الحقيقية. اللي حصل إنه أول ما عرف إنها مصابة باللعنة قرر يساعدها من غير أي مقابل، لأنه شخص نقي وطيب وبيتأثر باللي حواليه. فعشان كده إنشيا قررت إنها تاخد على عاتقها مهمة حماية كيرتو من أي متطفل، وبتشوف إن الأميرة ليزا بتطلب منهم مش كأميرة، لأ كصديقة كيرتو، إنهم لازم يحافظوا على السر ده. ساموراء بيبدأ يتكلم وبيقول أيوة الفرسان لازم يطيعوا أفراد العائلة الملكية، لكن إحنا مغامرين وما عندناش القوانين دي، لكن إحنا خاطرنا بحياتنا مع كيرتو وده يعتبر واحد من أصدقائنا ولازم نحميه. واحدة من البنات قالت جدعان اللي انتوا بتقولوا ده، احنا لسه عارفين هذا الولد يا دوبك من كام يوم، احنا اصلا ما نعرفش عنه اي حاجة. شاشة بتتكلم مع سين وبتقول لها بصي انا حاسة بنفس الشعور اللي انتي حاسة بيه. قالت لها انتي عبيطة؟ ايه اللي انتي بتقولي ده؟ وهي بتعرفها انها اصلا ما تعرفش كيرتو غير من 6 ايام بس. لما تسمع الكلام ده بتكون متوترة جدا وبتقرر انها تاخد شوية وقت لغاية ما تاخد قرارها، وبعد كده بتسيبهم وبتخرج وبتقرب تروح عند كيرتو. واول ما بتوصل للمكان اللي المفروض الورشة تبنى فيه بتكون في قمة الصدمة. كيرتو تقريبا خلص كل الاساسات. كيرتو بيوصل عندها وبتقول له يا ابني هو انت اللي حفرت ده كله لوحدك؟ قال لها طبعا اي حد في رتبة بي زيي يقدر يعمل اللي انا عملته ده. قالت له لا اكيد لا، انت عبيط يا ابني. بتكمل كلامها وبتقول له على فكرة انت فعلا شخص مذهل. قال لها بالله يا ستي انت مكبرة الموضوع، في المنطقة اللي انا اتولدت فيها من المعتاد ان اي حد يبني بيته في يوم واحد، عشان كده انا اصلا حاسس اني بطيء حبتين. قالت لنفسها ازاي يا ابني انت مقتنع بنفسك كده؟ فبتبدأ تتكلم معاه وبتسأله هو انت مش متضايق انك بتعمل كل الشغل ده لوحدك؟ قال لها لا اكيد لا، مفيش حد بيجبرني اعمل اي حاجة، انا بعمل كده من نفسي. وبدأ يحكي لها انه في حزبه القديم كانوا دايما ينعتوه انه عديم الفائدة، لحد ما في النهاية تم طرده. وقال لها بالنسبة لي انا سعيد جدا اني اثبتت اني فعلا شخص مفيد. واول ما شافت ابتسامته افتكرت كلام الشايع عنه انه شخص نقي وانها عايزة تحميه باي ثمن، وده بقى اللي خلى البنت تكون مبسوطة جدا وفعلا اتخذت قرارها وهو مش فاهم منها اي حاجة. وهي بتقول له وفعلا بتتخذ قرارها وما بيكونش فاهم منها اي شيء. وهي بتقول له اسطى هو احنا خلاص ما بقيناش اصدقاء ولا ايه؟ نسيبهم بقى دلوقتي خالص يا صديقي. ونروح بقى للساموراي وبنشوف انه بيكون قاعد لوحده، ومرة واحدة بتظهر وراها البنت الغريبة دي وبتقول المفروض انك دلوقتي تكون اكتشفت كل حاجة. بتتكلم معاه عن شخص مختل ملقب باسم الألف وجه، وبيكون عنده استعداد يبقى أي مهمة، وعشان كده بيتسلل للفرق عشان يدمرها، وفعلا قدر إنه يدمر لأحزاب تعد ولا تحصى. المفروض إن الورقة اللي معاه دلوقتي تكون فيها كل التفاصيل، وبعد كده بتطلب منه الأجر وبنشوف إنها بتاخد النقود وبتتسيبه وبتمشي. نهاية اليوم بنروح لإحدى الحانات وبنشوف إن الشخص المتجعرف ده بيعاكس إحدى الفتيات، لكن البنت دي بتسيبه وبيمشي وبيضح إن هو نفسه الجدع اللي ملقب بالألف وجه. وبيصعد دلوقتي ورا شخص اسمه السكر لأنه انضم للفريق الخاص بالأميرة اللي عاملة ورشة فنية جديدة، وقادر يخلص على الحزب ده، فأكيد هيقدر كمان على شوية فلوس ومصاري زي الفيلم. المرة دي بيضح لي إن أنا كنت قاعد وراه وبقول له فعلا خطتك عبقرية عشان تجمع ثروة زي دي؟ يقول لي أيوه. شفت؟ أنا عبقري ولا إيه؟ والشخص ده أول ما بيشوفه بيكون مصدوم لأنه قدر يتعرف عليه، لأنه ده بيكون الساموراي دانزو. دانزو بيبدأ يتكلم معاه وبيقول له من الواضح كده إنك بدأت تشرب كتير بما إنك تتعافي من الإصابة اللي كنت فيها. لكن الجدع ده بيكون مرعوب جدا منه، ولدرجة إنه بيسيب الحانة وبيجري في الشوارع، ولكن مرة واحدة بيتكعبل في أحد الخيوط. بعد لحظات بنشوف إن دانزو بيكون وصله وبيحاول الجدع يهديه لأنه بيكون مرعوب جدا منه. دانزو بيكون حاقد عليه لأنه الشخص اللي كلفهم بالمهمة اللي كانت في الكهف، رغم إنه كان المفروض يعرف إن في مستعمرة غيلان في الكهف ده.
بيقول له اهدي كده يا معلم، المفروض نكون أصدقاء في نفس الحزب. لكن بدون أي تردد بنشوف إن دانزو بيطلع السيف بتاعه وبيحطه على رقبته. أنت أصلا ما تشرفنيش تكون صديق ليا أنت، وبيحذره إنه لو فكر في يوم يقرب من أي شخص هو بيثق فيه أو أي حد من أصدقائه هيضطر يخلص عليه من غير تردد. ولما بيسيبه ويمشي بيتضح إن نفس البنت دي كانت موجودة في أحد الزقاقات، وكانت مفكرة إن دانزو هيخلص على الجدع ده لأنه المفروض يكون عقبة ليهم في المستقبل، وعشان كده بتقرر تتدخل وتخلص عليه بنفسها. لكن مرة واحدة تتراجع لأن في 2 بيظهروا وبياخدوا الجدع ويمشوا، ومعالم الصدمة باينة على وجهها لأنها بتقدر تتعرف عليهم إنهم من وحدة الاستخبارات الخاصة بالساحرة ميميكو. في نفس الوقت بنشوف طائر جايب لها رسالة، وبيضح إن الرسالة من القائد بتاعها، وبيعرفها إنها لازم تسيب ميميكو وبتضطر تسيب المكان وتمشي. أما بالنسبة لوجهتها الجاية فهي المدينة اللي تولد فيها كيرتو. بعد كده بنتنقل لمشهد لدائرة سحرية، وبنشوف إن في امرأة متلقحة وسطهم وواضح إنها بتعاني وشكل الموضوع كبير. في اليوم التالي بنشوف إن دانزو والمحرك ده واقفين وحاسين إنهم في حلم لأنهم واقفين قدام قصر. واضح إن كيرتو خلص بناء الورشة اللي هي عبارة عن القصر ده في أقل من 3 أيام. أما لويشيا فده ما بيكون محروق لأن كيرتو قدر يزرع شجرة وخلاها تثمر في أقل من 3 أيام، واللي هو حاجة في قمة العبث. بالنسبة للأميرة ليزا فهي في قمة الانشكاح وفكرة إن البتاع ده هيكون عاش الحب بتاعها هي وكيرتو والكلام الوسخ ده. عزيزي المشاهد، بعد لحظات بنشوف إن كيرتو بيوصل عندهم وبيقرر ياخدهم لفة في قلب الورشة الجديدة اللي هي القصر. أول حاجة بيدخلهم عليها بتكون المدخل، ولكنه عملاق جدا، وبعد كده بياخدهم يلففهم على القصر حتة حتة لغاية ما بيوصلوا عند خزانات عملاقة. وليشا بتكون مستغربة جدا منها وبتبدأ تتكلم مع كيرتو. ايه البتاع اللي قدامنا ده يا اسطى كيرتو؟ هنا بقى يبدأ يشرح لها وبيفهمها ان الياقوت الازرق اللي جابته اتحول لبلورات سحرية، ومن خلال الخزانات دي بقت بتنتج المياه لوحدها، يعني مش محتاجين لأي مصدر مائي. اما بالنسبة للإضاءة فاستعمل بلورات سحرية من نوع معين عشان تفضل شغالة على طول من غير ما يحتاجوا لأي مصدر آخر. بعد كده بياخدهم يعرفهم على الغرف المفروض تكون مخصصة ليهم، وبعد ما بيخلصوا كلام بيقرر ياخدهم للغرفة الخاصة بمعلم الحرفيين واللي هو مش عارف إنها غرفته. عشان كده بيتكلم مع لويشيا وبيسألها هو معلم الحرفيين يوصل إمتى؟ بتقول له بقول لك إيه؟ كبر دماغك، من الواضح إنه مشغول جدا وهيتأخر عننا شوية، فكك من الكلام ده كله. بالنسبة للغرفة بتاعتي فين بالظبط؟ بما إني هكون مسؤولة عن التنظيف والأعمال المنزلية فالمفروض تكون في الطابق السفلي جنب المطبخ. وطبعا لما بيسمعوا الكلام ده بيكونوا مصدومين ورافضين الموضوع تماما، وأصروا عليه إنه لازم يستخدم غرفة معلم الحرفيين مع إنه مفيش حد هيستعملها لفترة طويلة. يا جدعان ما ينفعش أتعود على كل الكرم ده. لكن هو بيقول تعبيط يا ابني، والله أنت اللي بايع كل حاجة بنفسك. وبيقعدوا يزنوا عليه طول اليوم لغاية ما أخيرا بيقنعوه وبيعرفهم إنه أول ما معلم الحرفيين يوصل لازم يسيب الغرفة دي لأنها قلة احترام بالنسبة له. بعد كده إنشيا بتبدأ تتكلم مع كيرتو وبتسأله أنت عندك القدرة تصنع حاجز مانع للعنات حوالين الأصل؟ يقول لها صدقيني الموضوع ممكن يكون صعب بالنسبة لي لكن مفيش مشكلة نحاول. البنت بتقول في نفسها واضح ان الموضوع ده هيكون صعب شوية لغاية ما يقدر يتعلم ويعمل الحاجز، فهضطر استعمل التعويذة اللي خدتها من ميميكو المفروض انها تحمينا. لفترة من الوقت ما ضلش دلوقتي غير الهدف الرئيسي وهي الغرفة الخاصة بليزا. مجرد ما بتقرب من الغرفة وبتحط احد التويز بنشوف ان ليزا بتطب فوق دماغها، بقى مفكراها ان كيرتو هو اللي بيكون وصل لعندها. بعد كده بنشوف إن أوليشيا بتكون متعصبة جدا وبتقول لها المفروض إن أنتي تكوني نايمة. قالت لها بقول لك إيه، المفروض إنك توطي صوتك لأحسن تصحي كل الناس ولا أنتي بتغيري على كيرتو. ده بقى اللي بيخلي أوليشيا تتعصب عليها أكتر وبتقول لها أنتي عبيطة يا بنتي ولا أنتي عبيطة؟ بقول لك بغض النظر عن كل الكلام ده أنتي عارفة إن كيرتو ده بيكون عايل على الله حكايته، فالمفروض إنك تكوني مؤدبة معاه. في اليوم الثاني يا صديقي بنشوف إن كيرتو بيكون واقف في المطبخ وبيعمل الفطور بنفسه، وبنشوف إن ليزا بتوصل لعنده وبتكون محتشمة جدا. بعد كده بنشوف إن ليزا بتوصل لعندها وبتبدأ تتخانق معاها مرة تانية،
أثناء ما العبث ده كله بيكون داير بنشوف إن سينا بتكون وصلت لعندهم. أنا شامة كده ريحة لذيذة من الصبح، هو الفطور جاهز ولا إيه الدنيا؟ بيطمنها وبيقول لها أنا عامل لك شوية أكل زي الفل وكله جاهز. عشان كده بيطلب من كل واحد منهم يستنى في الغرفة بتاعته وهو هيجيب الأكل لغاية عنده. صحيح قبل الأكل أنتوا بتفضلوا تشربوا شاي ولا قهوة؟ عشان أنا بكون محتار جدا. هنا بقى بتكون مصدومة شخ وبتقول الواد ده زوج مثالي، الواد ده زوج صالح، إن في أفكار بذيئة. عزيزي المشاهد ما ينفعش إن إحنا نقولها. بعد لحظات بنشوف إن كلهم بيكونوا قاعدين على السفرة وبيأكلوا ألذ الأطعمة، وكلهم بيكونوا في قمة الاندهاش من الأكل ده. فكرة إن هم هيأكلوا الأكل ده كل يوم بتخليهم في قمة الانشكاح. أوليشيا بتكون مستغربة جدا وبتبدأ تبص حواليها وبتسألهم هو فين كيرتو بالظبط؟ إذا بقى بتعرف إن كيرتو دلوقتي بيعمل شوية أعمال تنظيفية كده عشان هو مش فاضي، عمال يشيل شوية قبش كده كان متعلق على الجدار. أول ما بتسمع الكلام ده بتكون مصدومة، لأن اللي بيتكلم عليه دي هي التعويذة اللي هي كانت حطتها عشان تحمي الأميرة من اللعنات. بسبب بقى كده بنشوف إنها بتجري بأقصى سرعتها عشان توصل لكيرتو، لأن من الخطير جدا أي حد يتعامل مع التعويذ دي. أول لما بتوصل عنده بتكون في قمة اندهاش، لأن كيرتو بيكون ماسك حتة قماشة وعمال بيمسح في التعويذ عادي جدا، فتعرف إنه تقريبا مسح كل التعويذ. بتبقى في قمة الإحباط، فبيحاول إنه يفهم منها إيه سبب النقوش الغريبة دي اللي كانت محطوطة. بتبدأ بقى إنها تسفرح بيه وبتقول له حاجات كده عبيطة أصلا. كده بقى بنشوف إن إيشيا بتكون محتارة جدا هي تعمل إيه بالظبط. دلوقتي محترفين بيسعوا إنهم يقتلوا ليزا بأي طريقة. ما كانتش عارفة إزاي تحمي ليزا، لأن تقريبا كل التعويذة اللي كانت معاها عشان تحميها من اللعنات بتكون خلصت. ممكن توصل لهنا؟ أصلا الموضوع ممكن ياخد أكثر من يوم. بيخليها تكون محتارة جدا وبتسأل نفسها هل أنا فعلا عندي القدرة إن أنا أحميها لغاية ما ممكن توصل لهنا؟ عشان نعرف إجابة السؤال ده يا صديقي فهنضطر إن احنا نستنى للحلقة الخامسة.